السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا من جديد فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم كما كتشوفوا ان شاء الله غادي نحضر معكم بريوش معمر بالشوكولات، كيجي زوين بزاف. هانتوما كما كتشوفوا كلشي على عينيكم، جا رطب وجا خفيف، جا بحال القطن. هانتوما كي كيجي من الداخل كيجي واعر، غير جربوه. حضروه لوليداتكم اكيد غادي يعجبهم. كيجي رائع هاد بريوش. نتمنى ان شاء الله تبقوا معايا، يلا خليكم معايا حتى لاخر فيديو باش تشوفوا جميع التفاصيل. يلا ومعايا بسم الله على بركة الله. عندي هنايا ربعة ديال الحليب، 250 مليلتر ديال الحليب، سخنته. عندي هنا نص كاس ديال السكر. هاد الكاس الوزن ديالو كيهز 150 غرام. درت نص كاس ديال الزيت وجوج بيضات، واحد الفاني وواحد الخميرة، وعندي هنا الخميرة ديال الخبز، وعندنا الملحة، وعندنا الطحين الفورس. الطحين حتى كتجمع ليا العجينة وصافي. هنا كنديرو في واحد الكاس ملعقة ديال الخميرة، وكنضيف عليه ملعقة ديال السكر. هانتوما كما كتشوفوا معايا غادي نضيف عليها ملعقة ديال السكر دغيا. كتنفعل الخميرة ملي كنديرو عليها السكر، غير كنفزقوها كتفاعل. غادي نهز ملعقة ديال السكر من هذاك السكر اللي عبرت في الكاس، يعني باش يكون العبار نص كاس بالتدقيق. ما خاصهمش يجيو حلوين بزاف، غادي نديرو فيهم الشوكولات. هنا كندير عليهم شويه ديال الحليب، هذاك السكر والخميره رقدته في شويه ديال الحليب. الحليب سخنته شويه ماشي بزاف، غير دفيتو وصافي. هنا في هذا الاناء غادي نهرس البيض. هانتوما تابعوا معايا مزيان. هانتوما من بعد ما هرسنا البيض كنضيفوا شويه ديال الملحه وهذاك السكر والفاني، وكنخلطو. كنخلطو البيض مع السكر مزيان. من بعد كنضيفو ملعقه ديال الخل، ملعقه صغيره. كنخلطو مزيان. كنضيفو هذاك نص كاس ديال الزيت، كنخلطو عاوتاني. هذيك الخميره صافي راها دابت، ضفنا الخميره. من بعد كنضيفو الحليب. دابا غادي نبداو نضيفو الدقيق شويه بشويه. غادي نضيفو معاه الخميره. صافي كنخلطو. في الاول كنخلط بهذا الطراب اليدوي، من بعد غادي نعجن بيدي. غادي نبقى نزيد الدقيق. الدقيق عندنا هنايا تقريبا كيلو، 800 غرام ديال الدقيق. المهم انا غادي نعجن ونبقى نزيد الدقيق حتى تجيني العجينه هي هذيك، ما نديرهاش قاصحه بزاف. هانتوما كما كتشوفوا خليت العجينه شويه مرخوفه. صافي هنايا غادي نبدا ندلك العجينه مزيان. هانتوما كما كتشوفوا دلكتها مزيان مزيان. غادي نرش هاد الاناء بشويه ديال الطحين وغادي نرجعها باش تخمر شويه. تخمر يعني تضاعف الحجم ديالها، ماشي تخمر غير شويه، تختمر. صافي غطيتها وخليتها تختمر. ها هي راها تضاعف الحجم ديالها، خمرات العجينه. صافي كندهنوا هاد الاناء اللي غادي ندخلوه للفران، كندهنوه بالزبده. كنفرغوا العجينه من الهواء، ضروري من هاد العمليه. صافي وكندهن يدي بالزيت وكنكور كويرات صغار. هانتوما قداش خاصهم يكونوا، يعني صغيورين غير كيبانوا هكا. هانتوما استفتهم في هاد الصينيه. دابا غادي نبدا نعمرهم بالشكلاط ونحطهم في هذاك الاناء اللي دهنت بالزبده. كندير هاد الطريقه بحال هكا، كندير الشكلاط ديال الدهن.
اي نوع ديال الشوكولاته بغيتو ديروه، يعني على حسب الاختيار ديالكم. انا فضلت ندير هذه. صافي كنحطها في الوسط وكنجمع العجينه بهذه الطريقه. هانتوما تابعوا معايا مزيان. شفتوا؟ المهم كنرجعوا هكا العجينه للوسط كنجمعوها. صافي غادي نستمروا بهذه الطريقه حتى كنعمروهم كاملين بالشوكولاته. صافي وكنحطوهم. غادي نبدا نحطهم وحده حدا وحده. هانتوما نعاود معكم وحده. صافي وكنجمعوهم بهذه الطريقه. صافي وكنستفوهم. نتمنى ان شاء الله كلشي يكون واضح. صافي هانتوما ما لصقتهمش بزاف حدا بعضياتهم، لحقاش مازال غادي يخمروا. غادي يتقاربوا. ملي غادي ندخلوهم عاوتاني للفران وهادو غادي نديروهم عاوتاني. المهم هنا كنديروا الصفر ديال البيض، صفر ديال البيضه ودرت معاه شويه ديال الخل. صافي كندهنهم. دهنهم كاملين بصفر ديال البيضه. هانتوما كما راكم تشوفوا. صافي هنا دهنتهم كاملين. غادي نرش عليهم من الفوق شويه ديال الزنجلان. صافي ونخليهم يرتاحوا يخمروا عاوتاني للمره الثانيه ومن بعد غادي نطيبهم. صافي هنا كما كتشوفوا راه صافي خمروا وشعلت الفران دخلتهم للفران. هنا راهم في الفران هانتوما كما كتشوفوا بداو كيطيبوا كيتنفخوا. ايوا هذا هو البريوش ديالنا، هذا هو الشكل ديالو النهائي. ما تنساوش اللايك والاشتراك في القناة، الاشتراك بالجرس باش يوصل لكم الجديد ديالي الا عجبكم الفيديوهات اللي كنحط لكم. وكنشكركم كاملين على المشاهدة. هانتوما غادي نحيد لكم وحده تشوفوا كي جات من الداخل. هانتوما جاو واعر مازال سخونين. هانتوما جاو بحال البونج شفتوا. كنعبز عليهم وكيرجعوا يتنفخوا. ها جاو زوينين. ايوا نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه لوليداتكم. شفتوا كي جا واعر واعر. يلا مع السلامة حتى نتلاقاو ان شاء الله مع فيديو اخر. الى اللقاء.